السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. كنا اتكلمنا قبل كده في جزئية إن المشرع الضريبي نزل قرار بخصوص جزئية إن أنت تقدر تفحص المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي تقدر من خلالها تفحص السنين القديمة اللي هي قبل 2023 تقدر تفحصهم عن طريق الشرايح الضريبية. والشرايح اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي أقل من 250 ألف جنيه هتدفع 1000 جنيه، من 250 ألف إلى 500 ألف هتدفع 2500، من 500 ألف لحد مليون 5000 جنيه، من مليون وأقل من 2 مليون هيبقى نص في المية، من 2 مليون وأقل من 3 مليون 75%، من 3 مليون ل10 مليون 1%. ده كان بالنسبة للفحص. طيب أنا دلوقتي لو أنا شركة صغيرة ومثلا عندي شغل تكنولوجيا المعلومات، وأنا شغلي كله شغال في مجال التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، ومن الصعوبة إن أنا أحصل على المشتريات بتاعتي كضريبة دخل، وإن أنا أقدر إن أنا أوفر المشتريات بتاعتي والفواتير الخاصة بيها. القانون الخاص بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما كانش بس في جزئية الفحص الضريبي عن السنين السابقة، لا ده قالك ان انت ممكن تخش تبع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده هيكون لمدة 5 سنين بدون فحص، وهيتم بنفس الشرايح اللي انا قلت عليها من شوية. والشرايح الموجودة ديت هتبقى على اساس دوت تقدر ان انت بتقدمها كل سنة عن طريق الاقرار الضريبي بتاعك. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ بعد تأسيس الشركة بتاعتك، سواء انت بقى الشركة ديت سواء خاصة بتكنولوجيا المعلومات او خاصة بأي جزء من الأجزاء، لو انت خاص بتكنولوجيا المعلومات بتجيب الترخيص بتاعك من وزارة الاتصالات، وان انت تبقى شغال في التسويق الالكتروني او الشغل الخاص بتكنولوجيا المعلومات بتاعتك، وتقدم بعد كده على الجزئية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. طب انا لو بره الجزئية دي برضو بتجيب الترخيص الشغل الخاص بيك عن طريق الحي او عن طريق الوزارة اللي انت تابع ليها. يعني مثلا لو انت توريد عمالة للداخل بتجيب الترخيص بتاعك عن طريق وزارة القوى العاملة، او لو انت مثلا تسويق عقاري او اي حاجة بتجيب الترخيص بتاعك، وتكون في مكان مهم جدا الجزئية دي. المكان اللي انت موجود فيه او المقر بتاعك يكون مقر اداري، عشان على اساسه بتجيب الترخيص بتاعك من الحي اللي على اساسه بتقدر تقدم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولما بتقدم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاخد الموافقة سنوية وبتجدد كل سنة. والموافقة السنوية زي ما قلت لكم بتاخد على أساسها الشرائح الآتية، وده بيكون في ضرائب الدخل فقط لا غير، اللي هو قلنا أقل من 25 ألف جنيه 250 ألف جنيه هتدفع 1000 جنيه، ومن 250 ألف لحد 500 ألف 2500 جنيه، ومن 500 ألف إلى أقل من مليون هتدفع 5000 جنيه، ومن مليون وأقل من 2 مليون جنيه نص في المية، ومن 2 مليون وأقل من 3 مليون 75%، ومن 3 مليون إلى 10 مليون هيبقى 1%. وده هيساعدك بكتير إن أنت ما يكونش عندك مشكلة في موضوع فواتير المشترك بتاعتك. أرجو إن أنا أكون قلت بإيجاز الموضوع ده، وإن شاء الله نفيد الجميع إن شاء الله. سلام.